عاملين ايه الاخبار؟ النهارده فيديو جديد. ايش صاير؟ خربتوا علينا النومه في ايه؟ يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، يحرق ميتين الانسان على الصبح يا شيخ. مين فاكر بليد يا جماعه؟ انطر قبلكاش. ايوه هو ده. الناس كلها كانت بتتكلم عن ايرون مان وكابتن امريكا، بس محدش فاكر الراجل اللي كان بيقطع الرقاب قبلهم. نعم يا صديقي، انه الفامباير كيلر بليد. يا لهوي يا لهوي، الراجل ده كان صعب يا جماعه، من افضل سلسلات الافلام اللي انت تتفرج عليها قبل ما مارفل تعمل الهبل بتاع دلوقتي. انت ابن شرب، انا استحملتك بما فيه الكفايه. انت ابن شرب. قبل ما مارفل تبقى بتعمل افلام كل 3 شهور كان هناك رجل ما عندوش قوه خارقه، هو بس ماسك سيف وبيقسم في وشوش المصاصين الدماء. النهارده يا جماعه هنتكلم عن بليد، بس قبل ما نبدا فاتفضل جيب حاجه تشربها ولا تاكلها، واشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد من اللي احنا بنعمله، وحضر مشروبك اكلك شربك، عايز تخش حمام اتفضل، عشان هنتكلم عن اقوى بطل خارق في عالم مارفل كله. طبعا ده غير ذا بانشر اللي اكيد هعمل فيديو عنه، ده اكيد. وخلونا نبدا. بليد الشخصية اللي ممكن تدخل أي مشهد وتخلي زانوس نفسه يقول أنا همشي يا جماعة. أنا ماشي. أروش مصاص دماء في تاريخ السينما، فعلا بدون مبالغة هو أقوى واحد، والسبب بسيط جدا، مش عشان ماسك سيف بس، ده عشان الراجل ده ما بيفهمش يعني إيه هزار. مين هو بليد؟ يا معلم هو نص بني ادم ونص مصاص دماء. القصه وما فيها ان امه اتعضت وهي حامل، وخلاص اتولد لنا البطل الخارق بليد. يا سلام، اما قصه عبره صحيح. يا سلام. فطلع بقى ايه بنص قدرات مصاصين دماء، يعني هو دلوقتي عنده قوه موجود وسرعه موجود. وستايل. اتأخرت ليه؟ مش موجود ولا ايه؟ انت شايف ايه؟ والجاكيت الجلد اللي انا بحبه ده صراحه، هو من غير اللعنه اللي بتخلي مصاصين الدماء يشربوا عصير قصب يعني، بس بدل ما يعيش حياته ويقول انا مختلف زي باقي الابطال الخارقين، لا، الراجل ده قال ايه؟ تمام، ما دام مصاصين الدماء هم السبب فانا همسحهم من الوجود. وده حرفيا زي واحد جاله برد فقرر يمسح كل الصيدليات اللي موجوده في البلاد. نيجي بقى للنقطه اللي انا عايز اوصل لها. ليه الشخصية دي هي أروش شخصية في عالم مارفل السينمائي كله؟ ده بقى عم واحد مش زي الناس بتوع مارفل يجمع لك بعض ويقول لك ايه، ويقول لك we can do this all time all day، باين حاجة زي كده. انت عايز ايه حضرتك؟ ايه؟ ملوش في الجو ده، هو بيخش يضرب يقطع ويعبي في كاس وخلاص. في الأول مرة اشوف جزار في عالم مارفل، أسرع ديليفري عدالة في تاريخ مارفل. في بقى حاجة تانية، إن هو عنده كاريزما الصمت. لما تلاقي مثلا ايه مكاوي يقول لك لازم تتكلم كده ولازم تتكلم، هو بليد ما بيتكلمش اصلا، هو عنده كاريزما الصمت، دي اهم حاجه. هو مش محتاج يتكلم كتير، كل اللي محتاجه نضاره سودا وجاكيت جلد طويل وكلمه واحده. ففعلا بليد بيخوف من غير ما يفتح بقه، يعني هو يبص لك نظره كده انت تجري لغايه اخر الشارع عادي. ده ممكن هو عادي يقول لك صباح الخير ولا سلام عليكم تفتكروا ان هو تهديد من كتر ما شخصيته جاده جدا. وفي نقطة تانية أنا كنت عايز أتكلم عليها طبعا، اللي هو الشخصية بليد دي هو يعتبر اللي أنقذ عالم مارفل أساسا. في فترة كانت مارفل دي كانت تقع، ففيلم بليد لما نزل 1998 لمعلومة، فالناس شافت الفيلم وقالوا مارفل عندها أمل. يعني حرفيا الراجل ده فتح طريق لزانوس وايرون مان، هو بداية نقطة انطلاقة مارفل، عشان فترة التسعينات دي كانت فترة يائسة وكئيبة جدا في عالم مارفل السينمائي. وخلي بالك انا قلت لك ايه سينمائي، انا مش علاقة بالكوميكس، الكوميكس حاجة تانية. بصوا بقى على الكوميديا اللي جاية دي، دلوقتي مارفل بتحاول تعمل اعادة احياء لشخصية
بليد. بس الصراحه بيني وبينك يعني لو مش بنفس العنف والدم والستايل القديم، ما لا انا مش هتفرج. انا شخصيا هقفل الفيلم واروح ارجع اتفرج على افلامه في التسعينات. في الاخر بقى يا معلم، بليد ده مش مجرد بطل خارق، الفيلم ده خلى شركة مارفل اعظم شركة ابطال خارقين موجودة في العالم. وخلصت الفيديو، مش تنسوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس توصلوا كل جديد من اللي احنا بنعمله. وعايزين نوصل لل1000 قبل ما السنة ما تخلص. واعمل شير للفيديو، شير بيجيب غيرك. واتمنى يكون الفيديو عجبكم. طبعا الفيديو ده من افضل الفيديوهات اللي انا كنت عايز اعملها من فترة، ولكن كنت قاعد اجلها لحد يومنا هذا. واكتب لنا في التعليقات لو تحب ان الفيلم الجديد بتاع بليد ده ينزل يكون بأني اسلوب، يعني اسلوب العنيف بتاع التسعينات، ولا هيكون بقى اسلوب CGI بقى وحاجات مقرفه وانا ما بحبهاش صراحه. وشكرا على مشاهده الفيديو، واشوفكم في فيديو جاي وسلام. Thank you, thank you, thank you. Get fucked to kind.